في سبتمبر 2022 كانت البحرية الأوكرانية بتخطط تعمل ضربة استباقية على سفيستابول بشبه جزيرة القرم، وفي الوقت اللي الغواصات فيه كانت في طريقها اكتشفوا كارثة. ما كانش فيه إشارة، الإنترنت قطع، وبالتالي كان صعب جدا يوصلوا ويستهدفوا أهدافهم. اللي حصل إن قبل دخول روسيا أوكرانيا نفذت روسيا مجموعة هجمات سيبرانية عنيفة وقفت نظام تحديد المواقع GPS ونظام الاتصالات والإنترنت في أوكرانيا. طيب إيه الحل؟ فكروا بسرعة وقرروا يعتمدوا على الإنترنت اللي بتوفره الشركات الخاصة، واللي أشهرها مين؟ أيوه هو إيلون ماسك صاحب شركة ستارلينك. أوكرانيا حرفياً اعتمدت على إيلون ماسك في توفير خدمات الاتصال على شبكة ستارلينك اللي بتضم أكتر من 6000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، اللي بالرغم من محاولاتهم المستمرة فشل الروس في اختراقها أو منع اتصالها. هتقول لي طب ما دام الشبكة شغالة ليه فشلت الضربة العسكرية؟ لأن القوات الأوكرانية لما طلبت المساعدة من ماسك رفض يرجع الإنترنت لأنه ما كانش عاوز يبقى ليه دور مشارك في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإنه بس مجرد مزود